وكده خلاص ده شكل الاكل بعد. بص المحشي صابع صابع، شايفين؟ ولا البط وجماله. بصوا بصوا الملوخيه ولا الملوخية الطشة ولا الشوربه. انا بحب احط اي طبق شوربه جنب الاكل. حمامية يا انتي بطايا اسكت كده. نقدر نقول لكم حطوا لايك. حطوا لايك عشان واشتركوا. ساعدت ماما. ماشي، حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. متنسوش لو الفيديو عجبكم حطوا لي لايك كبير جدا، عشان والله العظيم انا تعبانة وبحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم كل حاجة. فلو طلعت باي معلومة صغيرة استفدت بيها من الفيديو فشجعي اختك حبيبتك كده. ويلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، وتفضلوا معانا الغدا، ومع السلامة. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده جاي لكم فيديو جديد ونعمل اكله كده مع بعض ما عملتهاش طول شهر رمضان، لان مش يعني بصراحه اكلتها عند ماما كذا مره وما كنتش فاضيه زي ما انتم عارفين وكده، فما عملتش الاكله دي. انا طلعت معايا هنا ده كروم، تمام، كنت انا مفرزاه، طلعت طبقين. ودي كيس ملوخيه كنت انا مفرزاها طلعتها بردك، تمام. وطلعت كيس صلصه وجبت خضره. وهنا دي ايه البطايه، نعمل بط النهارده، تمام. بس عشان الفرن عندي بايظ فانا هخرطها ايه هقطعها كده وهسويها متقطعه وهحمرها في الزيت، تمام. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه همسك البطايه اغسلها غسله كويسه واحط لها ميه على النار وارجع لكم. بص انا كده خلاص قطعت البطايه وغسلتها، هي بطايه صغنونه خالص كده بس يعني حلوه، تمام. غسلتها وحطيت لها ملح وليمون وخل، وما عنديش دقيق. فالمهم هسيبها في المنقوع ده لحد ما الميه بتاعتها تغلي. وادي الميه حطها على النار تغلي، تمام. هسيبها وعقبال ما تغلي هنضف الخضره دي واخرطها. بص انا خلاص هنا بخرط الخضره اهي. معايا نانسي بس انا ما بخليهاش تدخل جوه المطبخ، اطلع برا هنا. وادي عيالها اهو. مش عارفه ليه الكاميرا بتعمل كده. ثانيه واحده همسح الكاميرا وارجع لكم. تهيألي كده اتظبطت. نانسي وبناتها، بناتها او صبيانها معرفش المهم ما بخليهمش يخشوا المطبخ، هم على طول قاعدين لي بره كده هنا بيونسوني، تمام. خلاص دي بقى كده هشطفها لان الميه بتاعتها غلت اهي. هبدأ بقى اشطفها وانزلها ايه في الميه. خلاص كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله بسم الله. بصوا بقى خلاص حطيت كده الحاجه بتاعتي، هسيبها بس ايه تاخد غلوه واشوف لو في اي ريمه اي حاجه تطلع هحوشها. وهحط لها فلفل اسود اللهم صل على النبي 7 بهارات وواحده ماجي واشوف بقى عندي توابل ايه تاني، لان انا بصراحه ناقص ما عندي توابل كتير. هحيقها وهحوجها احط لها الحياء بتاعها يعني. خلاص وهنا بقى اخلص الخضره دي وارجع لكم. بص انا كده خلاص خرطت الخضره ونقيتها وغسلتها كويس جدا، سايباها تتصفى. وحطيت حله هنا على النار هحط فيها زيت ومعلقه سمنه وهخرط فيها بصلايه. خلاص هخرط بقى فيها بصلايه اهو كده. خلاص خرطت البصلايه، تمام. اسيبها بس تدبل وبعد كده هنزل عليها بنص الخضره، تمام. هوريكم نمشي مع بعض خطوه خطوه احسن. بصوا خلاص بقى هي كده قربت تدبل، هخرط عليها الفصين توم دول، تمام. واول ما ريحه التوم تطلع على طول هنزل بنص الكميه بتاعت الخضره اللي معايا اهو. بصوا كده يا دوبك ريحه التوم طلعت هنزل عليها بقى بالخضره اهو. انا كده نزلت بنص الكميه بتاعت الخضره. خلاص هشوحهم كده مع البصل والثوم. عايزه اقول لكم الريحه خطيره
خلاص يا دوبك بس كده يتبلوا، هنزل عليهم بقى بالطماطم. بصوا كده خلاص بقى نزلت عليها بالطماطم. بص انا هي كده كده سيء يعني فكه اهي. خلاص هسيبها بقى ايه تفك مع نفسها خالص وتسيح وارجع لكم. بصوا خلاص هي كده كله فك اهو الصلصه كلها. هنزل بواحده ماجي وهحط عليها اللهم صل على النبي، اظبط لها الملح بتاعها والكمون والسبع بهارات، وهنزل ببقيه الخضره. خلاص بصوا خلاص كده انا حطيت التوابل وحطيت بقيه الخضره تمام، وغسلت الرز وسبته يتصفى. هحطه دلوقتي على التخديعه يعني، وهبدا احشي اوريكم بقى. بص انا كده نزلتها اهو. عايزه اقول لكم لونها وطعمها وريحتها قلب الدنيا تمام. هبدا بقى اجيب حله تانية. بص انا جبت الحله دي اللي انا هحشي فيها تمام، ودي اللي هي العصيان بتاعه الكرنب. هخرط منها هنا. بص انا كده عملت لها اهو الارضيه في الحله تمام، وهجيب كده الكيس قدامي وهفتحه وهبدا احشي. بص انا اهو كده حشيت اول صف. اوكي هحشي بقى الكميه كلها اللي قدامي دي والكيس اللي هناك ده، وبعد كده هرجع اوريكم الحله وجمالها. واو بالمناسبه البط خلاص استوى وظبطت له الملح بتاعه وطفيت عليه. وصلت لحد هنا متنسيش تحط لايك 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 لايك, لايك كبير كده لتوته. اوكي يلا بينا نكمل الحله وارجع لكم، لان شكل الموضوع مطول، لان انا متعوده ان انا احشي وانا واقفه، بس انا وقفت كتير فمش قادره اقف بصراحه، تعبانه، فاول مره هحشي وانا قاعده. الله معي يلا بينا. بص انا اهو لفيت حله المحشي، لفيت معلم. وهنا بقى هحط الشوربه بتاعت البطه تمام. بصوا هي خلاص كده استوت اهي وهديت شويه. هاخد بقى الشوربه هنا واغليها. اغليها ايه هي غاليه. خليكم معايا دي اهو. بص انا حطيته كده على النار اهو خلاص، وهسقيه بقى بالشوربه. بص انا حطيت الشوربه هنا في الحله اللي كان فيها. خلاص بسم الله هرجها بقى اهو كده. خلاص بقى لازم يكون اول صف كده باين. اغطيه بقى وهسيبه يستوي. بص انا خلاص غطيته اهو. وجبت حله تانية احط فيها شوربه عشان اعمل الملوخيه. بص انا حطيت لها الشوربه اهي، هي مش محتاجه ماجي يعني، انا دقتها لقيت طعمها مظبوط. هحط لها شويه كزبره وشويه ملح، لا هو شويه كزبره، وهسيبها تغلي ونحط الملوخيه. بصوا كده بقى انا حطيت لها الكزبره ورفعتها على النار ايه عشان تغلي يعني، عشان احط الملوخيه. وهنا المحشي اتشرب ووطيت عليه وسيبه بقى لحد ما يستوي. وطلعت كمان الفراخ. وبالمناسبه حسين قاعد يعمل لي التوم. هو بيحب يساعدني بصراحه، ربنا يبارك لي فيه يا رب. وانا وبعمل بصوا انا مش مخليه اي مواعين ورايا يعني، وانا بروق بعمل الاكل بغسل المواعين تمام. والحله دي فيها شوربه وهكمس بقى الارضيه بعد ما اخلص، وكده يبقى 100 100 تمام. انا بقى هستنى لما دي تغلي واحط لها الملوخيه اهو كده. خلاص غلت بقى هنزل عليها بالملوخيه اهو كده. خلاص حطيت الملوخيه اهو تمام. هسيبها بقى لحد ما تفك وبعد كده اعمل لها الطشه بتاعتها على طول. بصوا خلاص كده الملوخيه خلاص خلصت تمام. وجبت الطاسه احط فيها معلقه سمنه. بصوا انا كده حطيت السمنه تمام، وحطيت عليها بتاعه كزبره. خلاص هرفعها على النار وههرس بقى الثوم. انا اهو حطيت الثوم بقى في الطاسه تمام عشان نعمل الطشه. هحمره وهرجع لكم. بس خلاص كده تمام. بسم الله وهرجعها تاني. بس بسم الله
خلاص. انا حبيت بقى اصور لكم ايه الطشه دي كده، بحبها قوي وحسين بيحبها. يلا التليفون. هو اللي كان بيصورنا يا جماعه. يلا بقى هحط الزيت عشان اقلي البط اهو. بقى حطيت الزيت تمام، هو انا قلي مكانه البطاطس خلاص يسخن، وبعد كده هقلي بقى في الفراخ دي على طول البط. وادي ده كده خلاص يعتبر 90% استوى، يعني عقبال ما مقلي البط يكون هو استوى خلاص اهو. انا كده بقى حطيت البط اهو تمام، هخلص كله بقى واوريكم بعد ما اجي. وكده خلاص ده شكل الاكل بعد. بص المحشي صابع صابع، شايفين ولا البط وجماله؟ بصوا بصوا الملوخيه ولا الملوخية الطشة ولا شوربه. انا بحب احط اي طبق شوربه جنب الاكل. حمامية يا انتي بطاية اسكت كده. نقدر نقول لكم حطوا لايك. حطوا لايك عشان واشتركوا. ساعدت ماما. ماشي، حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. متنسوش لو الفيديو عجبكم حطوا لي لايك كبير جدا، عشان والله العظيم انا تعبانة وبحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم كل حاجة. فلو طلعت باي معلومة صغيرة استفدت بيها من الفيديو فشجعي اختك حبيبتك كده. ويلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، وتفضلوا معانا الغدا ومع السلامة. مع السلامة.